السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الوجيه هذه، يعني وجيه طيبة، هذه تعتبر وجيه وصابين، ولها ثقلها ولها قاعدتها، وصاب ما هيش قلة، وصاب يعني ما شاء الله متمكنين، ربي فتح عليهم مال ورجال وجاهات. واحنا اكثر المواقف اللي بتمر علينا في عتمة ما بنستغنيش عن وصاب، فاحنا بنحتاج الى يعني قيادات وصاب هي معنا في كل موقف. لذلك هو موقفنا واحدي، عتمة وصابين، احنا موقف رسمي وموقف واحدي. لذلك اعلموا كل العلم وكل اليقين ان الدم الوصابي سواء دم ابن القدمة ولا دم ابن الكبودي ولا دم ابن شعيبي فهو دم الجميع. واذا احد تساهل او احد توانى في المواقف الرسمية المستهدف وصاب ككل. انت وصابي بتحز في نفوسنا احنا كابناء عتمة، وتحز في نفوس الاخرين، وتحز في نفوس ابناء وصاب اللي هم تجار وعمالة في كل مكان. لذلك نتمنى ان يكون هذا الاجتماع بخروج بنود ونقاط عملية على الأرض. اختاروا من كل مخلاط، أعيد العميد عبد الله غالب وأعيد بعض الأخوة، اختاروا من كل مخلاط واحد وهو ملزم، مش يعني نخرج من هذا الاجتماع وبعدين يسكر تلفونه أو يرقد أو كذا، لأن المواقف الرسمية يشتي لها حشارة ويشتي لها صدق وجدية، والله فوق الجميع. والمفروض أن هذا دم الوصاب اللي سقط أن احنا نعاهد الله ونعاهد الشهيد ألا نترك دمه، سواء عن الجانب الرسمي لجانب الدولة أو القبلي. الشيء عبادي نقطة أوضح لكم، في حال أنتم يعني عندما قالوا أبو القاتل في السجن، في حال الذي بيعتمد على أبو القتيل أو على أخوه، هذا ما هيش اعتماد كلي، كل شاه مربوط برجلها، القاتل قاتل، وعلى جهات تواصل تكون يعني جهات ظل تحدد مكانه، وأينما تواجد أبناء عتمة وأبناء اليمن متواجدين في محكومة صنعاء يأخذوا يعني يهدروا دمه. إذا هدروا دمه وأي قبيلة وأي شيخ وأي مديرية تحتوي أو تتستر عليه فهم غرماء. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للشيخ محسن. شكرا على ما قلت فيه.